هل معقولة يا رب أنت تدي بطرس 7 تلاميذ دول الفطاح أعمدة، ناس ناقين على فيلبس، على اندراوس، على يوحنا، على يعقوب، على الطوب، يعني دول اللي هم الكاتيجوري عالية خالص. يا رب دول سابوك وبالبلدي خانوك وباعوا الرسالة، وبعدين رغم انك ظهرت لهم وراحوا خلاص يصطادوا تاني. يعني اسمع بقى يا رب، اقفل عليهم ميه ونور، لا سمك يتلاقوا ولا حاجه. قال ما انا هعمل كده فعلا، هخليهم هم ما يعرفوش يجيبوا السمك. خلاص يا رب عرفهم بقى ان ايه. شوف ساعات يعني يجي واحد بقى تتقفل عليك عشان تعرف ان ادي ربنا اهو، شفت اهو فل عليك عشان ترجع. تظن ان هذه طريقه الله؟ دي مش طريقه ربنا. تعرف طريقه ربنا ايه؟ عكس تماما ما نفكر. احنا نفتكر طريقة ربنا يقرص وينشف ويقفل عليك ما نور ويسيبك في ذل. لا، اتاري ربنا يكسفك ويديك بزيادة. هو الرب المعطي بسخاء ولا يعير. هو الرب، هو الرب المعطي رغم ان انا ما استاهلش. هو الرب الذي يعطي بسخاء. بعدين يجي واحد يقول لك انا مبهدل الدنيا، اعمل عمايل خطيه وربنا بيكسفني برضه ويبعت يشوف ايه اللي انا فيه ده. يعني زي يقول لك ايه، اتكسف بس بايه؟ بلطف. عجيب. يسوع ده حدوته، حدوته في الحب، حدوته في العطاء، حدوته في الرجاء. هو الرب، هو الرب الامين، هو الرب اللي ما بيعاملناش زي ما بنعامل. هو الرب الطيب، هو الرب الحنين، هو الرب اللي بيدي بسخاء ولا يعير، هو الرب الأمين، هو الرب اللي عمره ما يعاتبك، هو الرب ما فيش غيره. ما تروحش لحد تاني. أي حد تاني اداك مرة اتنين التالتة يقرص أو يقول لك ما كفاية كده، مخلي بالك شتان بين البشر ويسوع. طبعا شتان، لكن احنا عندنا امكانيه ان احنا ناخد من يسوع ونبقى زي يسوع، نعامل الناس بس مش بنعامل الناس كده. هو الرب. اكد ان لو الدنيا كلها سابتك هو الرب ايه؟ مش هيسيبك. تاكد لو كل الناس يأستك احبطتك هو الرب اللي هيزيل كل احباطك. ما تخافش، ما تتضايقش، ما تحزنش. هو الرب إله التعويضات ويعوض بصورة غير عادية. هو الرب إن لما تمشي معاه عمرك ما تلاقي حياتك راحت. ما تخافش.